انطلاق أعمال الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس البرلمان العربي ونوابه. انطلقت اليوم السبت أعمال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وينتخب رئيس البرلمان العربي لدورة انتخابية مدتها عامين، ويجوز إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان لعهدة ثانية فقط وفق النظام الأساسي للبرلمان. وتنص المادة 16 من لائحة النظام الأساسي للبرلمان العربي على أنه ينتخب البرلمان رئيسه لمدة 2 قابلة للتجديد لمرة واحدة، وينتخب نواب الرئيس ورؤساء اللجان كل 2 وفقا لأحكام النظام الداخلي. ولن يكون بوسع عادل العسومي الترشح لرئاسة البرلمان العربي في الانتخابات الجديدة، وذلك كونه أمضى عهدتين كرئيس للبرلمان العربي بدءا من عام 2020، وجرى إعادة انتخابه في عام 2022.